العاشرة مساء بتوقيت أسمراء. أسعد الله مساءكم بكل خير. مشاهدينا الكرام في كل مكان من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أستهل لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. المؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية بحلحلة تعمل لمضاعفة الإنتاجية. افتتاح مهرجان الإريتريين في أستراليا. دعوة لتعزيز الجهود الجارية من أجل تطوير نتائج الطلاب. أمريكا تشارك في استضافة قمة دولية تركز على إيران. 18 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور. واختراعات مذهلة في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا. وفي نشرة أخبار أخرى متفرقة يصحبكم فيها نور الدين خليفة. إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكدت المؤسسة الوطنية للأبحاث الزراعية بحلحلة في الاجتماع الذي عقدته في 10 من يناير الجاري بأنها ستعمل بقوة لتعزيز الأنشطة الجارية من أجل مضاعفة الإنتاج. وفي الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو فروع وزارة الزراعة في الأقاليم والباحثين والخبراء الزراعيين، أوضح المدير العام للمؤسسة السيد صقاي برهانة بأنه تجري أعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة تساعد على تطوير الأنشطة الزراعية الجارية بالتقنيات الحديثة والإنترنت. وقدمت تقارير مفصلة حول الأبحاث الحيوانية والمزروعات والهندسة والحفاظ على المزروعات وزراعة الأنسجة وتربية أبقار الألبان وتنمية الألبان واللحوم ومشتقاتها، إضافة إلى الحفاظ على أنواع الحيوانات. وأوضحت التقارير بأن بذور القمح والبطاطا التي وزعت في إقليمي الأوسط والجنوبي، وبذور الذرة والدخن والبامية والتمر التي وزعت في نقاط شعب وقلوج وشمبكو وحقات وقحتلاي، وكذلك بذور البطاطا والموز والفلفل والتمر الموزعة في أغردات، إضافة إلى الشتول التي أنتجتها كافة مراكز الشتول، وأنشطة التلقيح والتوزيع توجد في وضع جيد. وألقى وزير الزراعة السيد أرفاين برهة كلمة الختام أشاد فيها بالجهود الجارية لتأهيل شباب أكفاء للقيام بأبحاث زراعية جيدة، داعيا إلى وضع الثروات الكامنة بإيجابياتها وتحدياتها على الخريطة للنهوض بشكل أكبر مستقبلا. افتتح المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في أستراليا في 11 من يناير الجاري بمشاركة الإريتريين من كافة المدن الأسترالية والضيوف المدعوين. وألقى قنصل إريتريا العام في أستراليا ونيوزيلندا السيد محاري تخسته كلمة افتتاحية أوضح فيها بأن تنظيم مهرجان 2019 في الوقت الذي تم فيه الانتقال من أجواء الحرب إلى أجواء السلام والتعاون يجعله استثنائيا ومتميزا. ونوه السيد محاري إلى أن الشعب الإريتري الذي أنجز برامج تنموية كبيرة في الأوقات العصيبة لا يمنعه شيء من تحقيق إنجازات تقود البلاد إلى التقدم والازدهار. وبما أن المهرجان مناسبة لتحمل مسؤولية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية وتنشئتها وتوريثها للأجيال المتعاقبة، فقد دعا الأجيال المستقبلية للعمل بجدية في هذا الشأن. من جهته نوه رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد سامسون أمانييل بدور وإسهامات المنظمات الوطنية في المراحل السابقة، مؤكدا جاهزيتهم على تقديم كل ما يطلب منهم لإنجاح برامج التصدي التنموية الموضوعة. كما ألقى ممثلو إدارات حكومة فيكتوريا وأصدقاء إريتريا والإريتريين، إضافة إلى ممثلي الجاليات الإثيوبية، كلمات تضامنية في المناسبة. واشتمل المهرجان على عروض فوتوغرافية تعكس الموارد والثقافة الإريترية، وقدمت كلمات تبرز صمودا ونضالات خيضت لإفشال الحظر الجائر المفروض على إريتريا، إضافة إلى تاريخ ونضال الشعب الإريتري والتحديات التي واجهها. مسؤول مكتب التعليم في مديرية أغردات الأستاذ جبر ميكائيل الازار إلى تعزيز دور الآباء والطلاب والمعلمين لرفع مساهمة الطلاب ونتائجهم في الحقل التعليمي بالمديرية. وأوضح الأستاذ جبر ميكائيل أن كل ضاحية افتتحت فيها مدرسة وتقدم خدمات تعليمية، وذكر عن انخفاض أعداد الطلاب في المدارس المتوسطة خاصة في الأرياف، لذلك يجري العمل لتعزيز دور المدراء والمعلمين بخصوص هذا الموضوع.
من جانبها أوضحت وزارة التعليم لتحويل المدارس الابتدائية إلى المتوسطة في المناطق البعيدة لحل الإشكالية التي ربما تكمن في بعد المدارس. وأشار الأستاذ جابر ميكائيل إلى منح اهتمام أكبر لتعليم الكبار، ورغم وجود 38 نقطة تعليم على مستوى الإقليم، إلا أن مساهمة المواطنين جاءت تنخفض من حين لآخر، داعيا لتعزيز الجهود المنسقة لحل الإشكالية. وتوجد في مديرية أغردات 19 مدرسة ابتدائية و4 مدارس متوسطة ومدرسة واحدة ثانوية و9 رياض أطفال. نظمت وزارة التعليم سيمينارا للمعلمين ومدراء المدارس والمشرفين التربويين الناشطين في مديرية بريخ بالإقليم الأوسط، يساعد على تهيئة بيئة مناسبة لضرورة معرفة الطلاب على تاريخهم وقيم مجتمعهم والحفاظ عليها. وقدمت توضيحات مسهبة في السيمينار الذي عقد في 12 من يناير الجاري على تعزيز الكفاءة والقدرات وأهمية السيمينارات المرتكزة على القيم والهوية، إضافة إلى دور واجبات تنشئة الشباب في إعمار البلاد وغيرها من المواضيع الهامة. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ أبرهالي أرفاينه بأن تقوية الحقل التعليمي عامة والتعليم المهني خاصة من أهم البرامج التي تشهد جهودا حثيثة لتطويره، داعيا المعلمين إلى المتابعة العميقة للدورات المنتظمة عبر مراحل والسعي لتنفيذها لدورها الهام في تطوير التعليم النوعي. وذكر المشاركون عن أهمية السيمينار في أنشطتهم التعليمية اليومية، مناشدين للدفع بالبرامج الهادفة إلى ترسيخ الثقافة والقيم الوطنية الثرة إلى الطلاب. تشهد عيادة قزقزة الصحية في مديرية حمل مالو تطورا ملموسا في أنشطتها بفضل الإسهامات والجهود الأهلية الفعالة. وأوضح سكان وأعضاء العيادة عن تقديم خدمات صحية جيدة بفضل النظرة الثاقبة والعمل المنسق بين المواطنين والجهات الحكومية. ونتيجة لذلك لم تصادف العام الماضي أي وفيات تذكر للأمومة والطفولة، مؤكدين جاهزيتهم لاستمراريته في المستقبل بشكل أكثر دقة وتنظيما. وقال مسؤول العيادة مساعد التمريض محمد عثمان موسى أن المؤسسة افتتحت في بداية العام 2018 بمساهمة أهلية، مشيرا إلى أن بناء غرف إضافية لانتظار الحوامل كلفت أكثر من 200 ألف نقفة تسهم بفعالية في إنجاز أعمالهم اليومية. وأشار مساعد التمريض محمد عثمان إلى أن الدعم الأهلي الجاري يبرز الوعي الراسخ على المواطنين، حيث تابعت العام الماضي 260 من الأمهات أوضاعهن الصحية ووضعن في العيادة بسلام. وتقدم العيادة خدمات صحية مثل علاج الأمراض المزمنة وضغط الدم والسكري ورعاية ما قبل وما بعد الولادة وخدمات الولادة والتطعيم والفحص الطوعي. هذا ويقطن ضاحية قزقزة التي تبعد 30 كيلومترا من جهة الشمال لمدينة كرن أكثر من 7000 نقفة. أعزائي المشاهدين، كانت تلك أخبارنا الداخلية، فاصل قصير ووافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط وتحديدا إيران في الشهر المقبل في بولندا. وقالت في بيان إن القمة ستعقد يومي 13 و14 من فبراير في العاصمة وارسو. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية إن القمة ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار. ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القمة المزمعة بوصفها عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران. وسحب ترامب بلاده العام الماضي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وقام بإعادة فرض عقوبات على طهران. وسعى الشركاء الآخرون في الاتفاق وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى الحفاظ على الاتفاق من الانهيار. وقال وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشيبوفيتش
في بيان إنه على الرغم من دعم بلاده لجهود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي، فإن الاتفاق لا يمنع إيران من الأنشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة، وأبدى أمله أن يسفر المؤتمر عن تقريب المواقف الأمريكية والأوروبية. أعلنت سلطات الإكوادور مقتل 18 شخصا وجرح 8 آخرين في حريق أتى على عيادة متخصصة في علاج الإدمان في إحدى ضواحي مدينة غواياكيل الساحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد. وتفيد معلومات أولية أن الحريق قد يكون تسبب به مرضى محتجزون داخل العيادة. وأعلن الدفاع المدني في بيان جديد أن 18 شخصا قتلوا، بينهم 17 اختنقوا داخل المبنى، وجريح توفي أثناء نقله إلى مستشفى للعلاج. وتابع أن 8 أشخاص أدخلوا المستشفى بسبب تنشقهم للدخان. وقد اندلع الحريق في عيادة متخصصة في علاج الإدمان على المخدرات والكحول في غواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور. انطلقت فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في مدينة لاس فيغاس الأمريكية تحت شعار الذكاء الاصطناعي للجميع في كل مكان، والذي يعد أكبر تجمع لقطاع التقنيات الاستهلاكية في العالم. ولم يمضي اليوم الأول من المعرض قبل أن تفاجأ شركات تكنولوجية الزوار بابتكارات مذهلة. وفاجأت شركة رويولي الأمريكية الناشئة شركات هاتف المحمول العملاقة بابتكارها أول هاتف قابل للطي في العالم، الأمر الذي اعتبره مراقبون هزيمة للشركات المنافسة العملاقة. أجهزة التلفاز التي تحتل نصيبا وافرا في معرض CES قدمت بتقنيات فائقة، والتي تتميز بتكنولوجيا الانبعاث الذاتي المتطورة والقدرات المعيارية عبر تقديم صورة لا تضاهى بجودة ودقة استثنائيتين. وبدأت العشرات من الشركات في تشويق الجمهور بعد الكشف عن تقنيات حديثة ستغير تجربة المستخدمين بالكامل مع سيارات المستقبل، بحيث لن يحتاج أي شخص مرة أخرى أن يتفاعل مع مركبته بشكل مختلف من خلال المشاعر وتعبيرات الوجه. بهذا مشاهدينا الكرام قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. تحية لكم وإلى اللقاء بحول الله.